السلام عليكم متابعي قناة توب 10. هناك خلاف قديم بين الخبراء حول تحديد أكثر الرياضات صعوبة في العالم، فهناك رياضات تعتمد على مقدرة القلب والأوعية الدموية، وأخرى تعتمد على السرعة والرشاقة. بناء على هذه المعايير سنقدم لكم أصعب 10 رياضات في العالم. في المرتبة 10 السباحة. قد تكون السباحة واحدة من الرياضات المرهقة، وذلك نظرا لطبيعتها التي تجبر الجسم بجزئيه العلوي والسفلي على التحرك باستمرار وعدم ترك الوقت الكافي للراحة. ولكن ما يجعل السباحة تحتل المركز 10 هو ممارستها على الماء، وبالتالي تبقى أقل إرهاقا من الرياضات الأخرى في القائمة. في المرتبة 9 كرة المضرب. غالبا ما تحظى رياضة كرة المضرب باهتمام كبير من المتابعين، وهي من الرياضات التي تتطلب الكثير من اللياقة والاندفاع البدني والقوة والسرعة والقدرة على التركيز على فترات متقطعة، وغالبا ما تلعب تحت حرارة الشمس الحارقة. في المرتبة 8 التجديف. تتطلب حركات التجديف مزيجا من القوة والتقنية العالية ومقدرة عضلات الظهر ووسط الجسم على تحمل ضغوطات عالية لفترة طويلة من الزمن. في المرتبة 7 كرة السلة. كرة السلة شبيهة بكرة المضرب من حيث تطلبها لرشقات قصيرة من الحركة والسرعة والمرونة والقدرة على القفز، كما أنها تتطلب الكثير من التركيز والتخطيط مع باقي أعضاء الفريق. في المرتبة 6 كرة القدم. تحتل أكثر الرياضات شهرة في العالم المركز 6 في قائمتنا، ويتميز لاعبو كرة القدم بسرعتهم الفائقة وقدرتهم على التوقف السريع وتغيير اتجاههم. ومما يزيد من صعوبة هذه الرياضة هو الصراع المستمر بين اللاعبين للسيطرة على الكرة والتقدم باتجاه المرمى المقابل ومتابعة تحركات الخصم على مساحة أرض واسعة. في المرتبة 5 لعبة اللاكروس. تعد لعبة اللاكروس من الألعاب الأقل شهرة من كرة القدم، إلا أن لها نفس المتطلبات البدنية من السرعة والتركيز والقوة الجسدية. وما يزيد من صعوبة هذه اللعبة هو محاولة تفادي اللاعبين لعصي الخصم وخطورتها. في المرتبة 4 الهوكي على الجليد. تتطلب لعبة الهوكي الكثير من الجهد والسرعة وتغيير اتجاه الحركة وتحمل الاصطدامات المتكررة مع الخصم، ومما يزيد من صعوبتها هو لعبها فوق الجليد ووقوف اللاعبين على شفرة فولاذ رقيقة للغاية. في المرتبة 3 الركبي. كما في الرياضات السابقة تتطلب لعبة الركبي مزيجا من السرعة والرشاقة والقوة والتكيف، ولكن ما يميز هذه اللعبة هو طول مدة الصراع على أرض الملعب ومقاومة لاعب الفريق الخصم. في المرتبة 2 كرة القدم الأمريكية. يعد لاعبو كرة القدم الأمريكية من أسرع وأضخم وأقوى الرياضيين في العالم، وعلى الرغم من أن معظم الحركات تستمر ل4 ثوان فقط، إلا أنه يجب على جميع اللاعبين تقديم لياقة بدنية عالية على أرض الملعب وتحمل الصدامات القوية مع الخصوم. في المرتبة الأولى رياضات الفنون القتالية المختلطة. تتميز الفنون القتالية المختلطة بتنوع كبير في حركات وتقنيات الهجوم والسيطرة على الخصم، وخلال الجولات القتالية التي تستمر ل5 دقائق يجب على اللاعب تقديم مستوى عال من القوة البدنية والذهنية حتى لا يقع فريسة للخصم المقابل. وبعكس الرياضات الجماعية التي من الممكن أن يستعين بفريقه، تتطلب رياضة الفنون القتالية المختلطة الاعتماد على النفس اعتمادا كليا خلال المبارزة. إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى أن تضغط زر اشتراك أو سبسكرايب أسفل الفيديو. شكرا لكم لحسن متابعتكم.